تخيل إنك بدأت بيزنس جديد ومبسوط جدا، لكن كل يوم بتقعد بالساعات تعمل الحسابات، خصومات، ضريبة، جرد وغيره. وبعد فترة واحد صاحبك بيقول لك إيه رأيك نكتب برنامج على الكمبيوتر يعمل لك الحسابات دي في ثواني ويوفر عليك الوقت والمجهود. فالفكرة عجبتك وقعدت تكتب كل العمليات الحسابية اللي أنت محتاجها في ورقة. بس ثانية كده، هو إزاي الورقة دي هتتحول لبرنامج وأوامر الكمبيوتر يقدر يفهمها وينفذها؟ الحقيقة إن الكمبيوتر مش بيفهم لا عربي ولا إنجليزي ولا أي لغة من اللغات بتاعتنا. عقل الكمبيوتر اللي هو السي بي يو ما بيعرفش غير لغة واحدة بس، لغة الآلة ماشين لانجوج، ودي عبارة عن وحايد وأصفار بس. المشكلة إن اللغة دي معقدة جدا وصعب على أي إنسان يكتب بيها برنامج حقيقي. وهنا كان لازم يكون في لغة وسيطة تكون من ناحية سهلة ومفهومة للبشر ومنظمة وليها قواعد واضحة، ومن الناحية التانية ينفع تتحول للغة الآلة اللي بيفهمها الكمبيوتر. واللغة دي هي لغة البرمجة، واللي انت بتكتبه بلغة البرمجة بيتسمى كود. ولغات البرمجة كتيرة وفي الغالب بتشترك في نفس المفاهيم الأساسية، لكن بتختلف في طريقة الكتابة، وكل واحدة بيكون ليها استخداماتها. البايثون دي ممتازة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. البي اتش بي ودي منتشرة في بناء مواقع الإنترنت البسيطة والمتوسطة. وعندنا كمان نوع الجافا والسي شارب، ودي أساس الأنظمة الكبيرة زي البنوك والشركات. وكمان الجافا سكريبت دي اللغة الأساسية لتشغيل صفحات المواقع، وفي غيرهم كتير. ولغات البرمجة المختلفة بتشترك في 4 أساسيات. وتعالى نرجع للبيزنس اللي احنا فتحناه ونشرح عليه الأساسيات دي. أول حاجة الفاريبلز أو المتغيرات، ودي بتستخدمها في البرمجة عشان تسجل معلومات في ذاكرة الكمبيوتر وتعدل فيها والبرنامج شغال. زي البيانات الخاصة بكل حاجة بتبيعها، محتاج تحدد لها اسم وعدد وسعر وهكذا. وبعد كده بتيجي الأوبريشنز أو العمليات، ودي بتشمل كل العمليات الحسابية والمنطقية والمقارنة بين القيم. وده تستخدمها عشان تحسب مجموع المبيعات ونسبة الضريبة وتقارن أسعار المنتجات المختلفة. بعد كده الكونديشنز، ودي ببساطة إنك بتاخد قرار بناء على معلومة معينة، زي إنك تقرر تشتري منتج جديد لو سعره مناسب، أو تقرر تعمل تخفيض على سعر منتج لو سعر الدولار قل مثلا. وآخر حاجة اللوبس، وهنا أنت بيكون في كود محتاج تكرره عدد مرات معين، أو بناء على شرط معين، زي إنك كتبت كود بيطبع معلومات المنتج فبتكرره على مختلف المنتجات. ومفيش لغة برمجة بتكون أحسن من التانية في المطلق، ولكن كل واحدة بتكون مناسبة في مجال معين. ونفس المجال ممكن يكون فيه أكتر من لغة برمجة، بس بتختلف بقى في أدائها، سهولة استخدامها، سرعة تعلمها، أمانها ضد الاختراق، وعوامل تانية كتير. البرمجة ببساطة هي جسر بين أفكارك وبين الكمبيوتر. أنت بتفكر وتكتب خطوات الحل والكمبيوتر بينفذها بسرعة ودقة. وصلت لحد هنا؟ يبقى كده أنت عجبك الفيديو. دوس لايك بقى واشترك معانا في القناة عشان تكمل معانا رحلتك في البرمجة.